السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا يا هلا. والله انا بعتذر، انا اعتذرت كتير جدا على الانقطاعات المتكررة، بس يعني just I'm back. الفترة الأخيرة كانت مليئة بالتجارب والخبرات، فإن شاء الله الفترة اللي جاية نشارككم بعض من هذه الخبرات، وتكون فرصة إن احنا نستمر مرة أخرى. المحاولة رقم 1767، هو أي رقم وخلاص كبير. المهم إن احنا إن شاء الله هنحاول نستمر الفترة اللي جاية، وزي ما باين من عنوان فيديو النهاردة، فاحنا إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن القراية، وبالتحديد عن قراءاتي لشهر يناير. الشهر اللي فات كان مليء بالامتحانات، فحاولت على قد ما اقدر ان انا ادوس شويه في القرايه، فقرات ثلاث كتب مختلفين عن بعض تماما. والنهارده ان شاء الله هنعرف ايه هم الثلاث كتب دول، وناخد فكره عامه كده عنهم. الكتاب الاول هو كتاب ما لا يسع المسلم جهله، والكتاب من اعداد كل من دكتور عبد الله المصلح ودكتور صلاح الصاوي. والكتاب زي ما هو باين من عنوانه، فهو بيتكلم عن الحاجات اللي الانسان المسلم العادي ما ينفعش ما يكونش عارفها. ايه هي اركان الايمان، ايه اركان الاسلام، يعني ايه توحيد الربوبيه، يعني ايه توحيد الالوهيه، ماذا يعنى بتوحيد الاسماء والصفات، ايه حق المسلم على المسلم، الصلاه، الزكاه، الحج، وغيرها من الاشياء اللي الانسان المسلم ما ينفعش ما يكونش على درايه ومعرفه بيها. وتذكرت مقوله بتقول: ما وجب عمله وجب علمه، ما وجب عمله وجب علمه. فطالما الحاجه دي واجب عليك ان انت تعملها، فمن المنطقي ومن الضروري ليك ان انت تتعلم عن الحاجه دي اكتر. يعني مثلا الصلاه ديت فرض وواجب عليك كانسان مسلم، فمن الضروري والمنطقي ان انت تتعلم اكتر عن الصلاه وتعرف اكتر عن الصلاه. ومن المنطلق ده واجب علينا كمسلمين ان احنا نتعلم اكتر عن ديننا، لان احنا مش مسلمين بالبطاقه، محتاجين نعرف اكتر، واحنا مقصرين الحقيقه، وانا اولكم مقصر. فيعني ان شاء الله تكون فرصه ان الواحد يبتدي يتعلم ويعرف اكتر عن دينه. والحد الادنى او اضعف الايمان ان انت تبقى عارف الحاجات اللي موجوده في الكتاب ده. بالنسبه بقى لتجربتي مع الكتاب، فبصراحه ما حسيتش ان هو اضاف ليا كتير قوي، لان المعلومات اللي مذكوره فيه هي اوريدي معظمها كانت عندي. لكن اكتر حاجه استفدتها من الكتاب هي الاستشهاد بالايات القرانيه، فالاستشهاد بالايات القرانيه والاحاديث النبويه عمق من المعلومه اللي موجوده عندي. بالنسبه بقى الكتاب بقى هو موجه لمين؟ الكتاب هو موجه لعوام الناس، لكن ما اعرفش بقى لو واحد مثلا بيدرس علم شرعي الكتاب ده هيفيده ولا لا. ما اعتقدش ان الكتاب ده هيبقى مناسب ليه، لان هو ببساطه بيتكلم عن الحاجات اللي الانسان المسلم العادي ما ينفعش ما يكونش عارفها. بالنسبه بقى لتعليقي عن الكتاب، فبصراحه انا ما عنديش اي اشكال او اي تعليق عن الكتاب غير بس في نقطه واحده، انه في العادي مثلا لما كان بيذكر حديث نبوي كان بيكتب تفسير الحديث تحت، تمام. لكن المشكله انه في اوقات معينه كانت لغه الحديث بتبقى صعبه جدا وما كانش بيبقى فيه اي تفسير. فانا شايف انه المفروض كان يتم مراعاه النقطه دي اكتر، وخصوصا انه من المفترض الكتاب موجه لعوام الناس او موجه لفئه معينه مش هتفهم لغه الاحاديث الصعبه دي بسهوله. بس يعني مش مشكله، يعني هو الكتاب ككل مفيد جدا، ودي مشكله بسيطه جدا يعني مش صعبه. ممكن لو حسيت ان مثلا في حديث صعب عليك ممكن تسرش عليه وتشوف معناه وترجمته ايه تفسيره. فكتاب جميل، اقروه. اتمنى ان صوت الديك اللي عمال بيصيح بره ده ما يكونش ظاهر في التسجيل. اكيد ظاهر، انا متاكد. الكتاب الثالث معانا هو رواية تاريخية لرضوى عاشور، ثلاثية غرناطة. ورضوى عاشور كانت روائية وأستاذة للأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس. هي غنية عن التعريف بكتاباتها المميزة ورواياتها، وحصلت على جوائز مهمة زي جائزة أفضل كتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب سنة 1994، وجائزة قسطنطين كفافيس للأدب. وبعض أعمالها مترجمة للإنجليزي والإسباني والإيطالي والإندونيسي، فهي بجد غنية عن التعريف. رواية النهاردة ثلاثية غرناطة زي ما قلنا هي رواية تاريخية بتتكلم عن آخر ممالك المسلمين في الأندلس اللي هي غرناطة. وبداية أحداث الرواية كان متزامن مع توقيع معاهدة ما بين أبو عبد الله محمد الصغير، وده كان آخر ملوك غرناطة، وما بين ملكي مملكة قشتالة وأراجون. والمعاهدة دي كانت في سنة 1992، وبمقتضاها فقدنا آخر ملك لينا في الأندلس. فبداية الأحداث جايب التزامن مع الحدث ده، وبعد كده بقى تبدأ تظهر لك معاناة المسلمين تحت حكم القشتاليين. بالنسبة بقى للرواية، فرضوى عاشور أبدعت في الوصف بشكل مذهل، ورسمها للشخصيات حقيقي كان رهيب. هتتعلق بالشخصيات اللي رضوى عاشور رسمتها، وهتعيش معاها لحظاتها المؤلمة فهتتألم، وهتعيش برضو معاهم لحظاتهم السعيدة فهتفرح، لكنها فرحة مشوبة بالألم. هتتعلق بمدينة غرناطة، وممكن تعمل زي حالاتي كده تروح تسرش في جوجل على مدينة غرناطة علشان تشوف قصر الحمراء وتشوف حي البيازين. الرواية هتزود من تعلقك بإخوانك المسلمين، وهتبني جواك فكرة الهوية. هتقدر تكون انطباع عن حقبة تاريخية ممكن ما تكونش عارف عنها أي حاجة، وطبعا ده ممكن يديك الفرصة انك تدور أكتر وتقرأ عن الفترة دي. الرواية من اسمها فهي ثلاثية غرناطة، فهي نزلت على 3 أجزاء.
الجزء الاول بعنوان غرناطه، الجزء الثاني بعنوان مريمه، والجزء الثالث بعنوان الرحيل. تعلقك بشخصيات الجزء الاول هيبقى اكبر بكتير من شخصيات الجزء الثاني والثالث، لان شخصيات الجزء الاول خدت حقها في البناء بشكل قوي. غير كده انت بتعاصر شخصيات الجزء الاول من وهم لسه اطفال لحد ما بيكبروا ويعجزوا وبيموتوا بعد كده. بس طبعا ده لا ينفي ان انت مش هتحب الجزئين الثاني والثالث، لا طبعا هتحب الجزئين الثاني والثالث وهتتعلق برضو بشخصياتهم، بس انا بتكلم هنا كوجه مقارنه، لا الجزء الاول احسن بكتير طبعا. يعني بالنسبه لي لما ابتديت قراءه في الروايه، الحقيقه انا ما كنتش عارف هي روايه ايه بالظبط، هل هي روايه تاريخيه ولا هي بتتكلم عن ايه. حتى مثلا ما كانش فيه في ظهر الروايه تعريف كده يدي لك نبذه عامه عن الروايه، فحرفيا انا كنت داخل على عمايه. فلما ابتديت قرايه، مين يا جماعه ابو جعفر ده ومين ابو غسان ده، انا مش فاهم حاجه يا جماعه. فبعد كده الحمد لله الدنيا بقت واضحه. طبعا انا بقول الكلام ده علشان لو حد مثلا قرر ان هو يقرا الروايه وما كانتش عنده اي فكره وحاسس ان هو تايه في البدايه، فاتس اوكي عادي، هتفهم مع الوقت. فلا، عمل عظيم جدا بجد، ومؤلم في نفس الوقت، وقاسي جدا جدا جدا. وقسوه الاحداث بتفضل تتصاعد لحد ما بتصل في ذروتها في نهايه الجزء الاول، واللي يعني الحقيقه انا ما قريتش في حياتي حاجه بالقسوه دي بجد. الروايه خلتني اعيط كتير جدا جدا. فانا بقولها اهو، لو انت حد قرر ان هو يقرا الروايه بناء على ترشيحي، فانا مش مسؤول عن مود الحزن اللي هتخشه بسبب الروايه. بجد هي صعبه بس عمل عظيم يستحق القراءه جدا جدا بجد، من اجمل الحاجات اللي قريتها في حياتي حقيقي. بالنسبه بقى لتعليقي على الروايه، فزي ما قلت هي عمل عظيم جدا، بس كان عندي اشكال مع نقطه واحده، وهي نقطه الوصف الصريح. رضوى عاشور لما كانت تيجي مثلا توصف سيده او امراه بتميل ان هي توصفها وصف صريح. طبعا انا راجل ما بفهمش في الدين ولا افهم في السياسه، سياسه ايه، ما بفهمش لا في الدين ولا في الادب. المهم انا راجل ما بفهمش في الدين ولا في الادب، فما اقدرش ان انا احكم اقول ده غلط ولا ده صح. انا ما اعرفش، بس انا كل اللي بقوله ان النقطه دي ما عجبتنيش، نقطه الوصف الصريح. بس اوبا نجيب الكتاب الثالث بقى. الكتاب الثالث هو الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. الكتاب الثالث الرجال من المريخ والنساء من الزهرة مش من الزهرة. هو لخبير العلاقات دكتور جون جراي، وهو ببساطة بيتكلم عن الفروقات ما بين الرجال والنساء، وبيقول لك انه كان بيتخيل يعني انه الرجال طول عمرهم كانوا عايشين على سطح كوكب المريخ بطباعهم وتصرفاتهم الخاصه بيهم، وانه النساء كانوا طول عمرهم عايشين على سطح كوكب الزهره بطباعهم وتصرفاتهم الخاصه بيهم برضو، لحد ما الجماعه بتوع كوكب المريخ دول اكتشفوا كوكب الزهره وقرروا ان هم يتعايشوا مع الكائنات اللطيفه اللي هم النساء. فمن المنطلق ده، من منطلق ان هم كانوا طول عمرهم عايشين على كوكبين مختلفين بطباعهم الخاصه بيهم، بيقول لك ان هم مختلفين، وده شيء طبيعي جدا. وهيبدا ان هو يوضح لك الفروقات ما بين الجنسين، لان هم كائنين طريقه تعبيرهم وتواصلهم واحتياجاتهم مختلفه عن بعض. فمن هنا هتحتاج ان انت تفهم شريكك هو محتاج ايه بالظبط، وازاي تتواصل معاه، ولما هيقول الجمله الفلانيه ايه قصده بيها. فالكتاب كويس في الموضوع ده. هو بصراحه اداني انطباع كويس عن طبيعه المراه، واداني انطباع برضو عن نفسي كرجل، وخلاني ان انا مثلا ابدا ان انا احلل افكاري واشوف هل انا بعمل الموضوع ده ولا لا. بس الكتاب مليان حشو. كتاب مليان حشو جدا. الكتاب بيعيد وبيزيد في نفس الافكار بصراحه بشكل كان مبالغ فيه. يعني الكتاب حوالي 400 صفحه، كان من الممكن ان هو يتم اختزالهم لاقل من 100 صفحه. بس طبعا ده لا ينفي ان الكتاب جيد، هقول جيد. ولو حد مثلا سالني هل يقراه ولا لا، انا بصراحه مش عارف هل يقرا 400 صفحه ولا لو شاف مثلا تلخيص للكتاب او قرأ تلخيص للكتاب هيبقى كافي. انا مش عارف الصراحه، بس الكتاب جيد. بس كده، ده كان اخر كتاب معانا في قراءات شهر يناير. اتكلمنا عن 3 كتب: ما لا يسع المسلم جهله، وثلاثية غرناطة، والرجال من المريخ والنساء من الزهرة. اتمنى بقى تسيبوا لنا ارائكم تحت في الكومنتس. لو حد شايف اي كتاب من الكتب ديت بطريقة او بمنظور خاص بيه، ممكن يشاركنا تحت في الكومنتس منظوره، هبقى مبسوط جدا جدا بجد. واستنونا في فيديوز تانية الفترة الجاية ان شاء الله. واشوفكم على خير. سلام. كالعادة كنت هنسى تصوير الثامنيل. دايما بصور الفيديو، بظبط بقى الاضاءه، بظبط الحاجات دي كلها، وبعدين انسى ان في حاجه اسمها ثامنيل اصلا يعني. فبضطر ان انا بقى ارجع احط الحاجه من تاني عشان اصور الثامنيل. انا ربنا يسامحني.